وهو من أسس الشبكة الليبرالية. أستاذ رائف معي؟ نعم نعم، أهلا يا أستاذ. حياك الله. حقيقة طبعا ربما سمعت من بداية الحديث يعني هناك اتهامات من الوالد حفظه الله يعني واضحة وصريحة، ويقول لدي أدلة، وربما مثل ما ذكر أنه هو ذكر أتمنى أن يكون رائف وسمر الآن يعني قد حكم عليهم بما ذكر. يعني كيف تعلق على هذا؟ نعم، أولا أشكرك يا أستاذ رياض على إتاحة هذه الفرصة للتوضيح، وأتمنى منك إعطائي الفرصة الكاملة للحديث والتوضيح الأمر. نعم. وكنت أتمنى والله العظيم أن أكون بينكم الآن لا لشيء إلا لأستغل الفرصة لأقبل جبين والدي. نعم. ووالله الذي لا إله إلا هو أن قلبي الآن يعتصر وأنا أتحدث إليكم هذه الليلة، ولكن كان من الواجب توضيح الأمور. ولو تلاحظون أنني حتى لحظة هذا البرنامج لم أرد على ما اتهمني فيه والدي واتهم السيدة منال الشريف وغيرها في أعراضهم ومذاهبهم، والذي أربأ بنفسي ووالدي الكريم في الوقوع في مثل هذا، والله المستعان. حقيقة أنا أتمنى من شقيقي أو والدي الذين يقولون أنني أنا ملحد أو أسأت إلى الله، أتمنى أن يثبتوا الآن على الهواء كلمة واحدة لي أنا أسأت فيها إلى الله أو إلى مقام سيدي رسول الله أو إلى مقام الدين الحنيف. أنا الآن أدعوهم لذلك. نعم، ترد عليه إذا تكلمت عليه يا عم محمد. أولا أنا هذا الشخص يعني حقيقة ما راح أرد عليه إلا في محكمة. أنا أطلب من ولي الأمر الآن بناء على كلام هذا، معلش، لكونه ابني، أنا ما أقول للآخرين، أقول له هو، لكون ابني رائف هذا الملحد، أنا أطلب من ولي الأمر أن يشكل لي لجنة تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين مباشرة، تحت إشراف خادم الحرمين مباشرة، أن أأتي أنا بمستنداتي وبما لدي من مستندات، واللجنة تحقق معي أنا بالأول ومع عبد الإله أخوك، وبعد كذا تحقق معاكم. إذا لكم حق حنا نبي نعطيكم إياه. أنا الآن الشيخ على فكرة ناصر يقول قرأ لك أنك أنت تسب الله، ما تخاف الله يا ولد؟ لا ما ذكر قرأ، ما ذكر. أستاذ رائف خليك على المعنى. أنا بس أسأل سؤال. نحن يا أستاذ رائف آذتنا الشبكة الليبرالية بما تنشر. نعم. يعني أنت تعرف ونحن نعرف أن هناك ناس يدخلون بأسماء مستعارة ويكتبون ويسبون الله ويستبون الدين ويستهزئون بكلام فاحش بذيء لا يمكن يتصوره عقل. السؤال هنا، أول توافقني أنه ناس يدخلون يكتبون بأسماء مستعارة ولا لا؟ نعم طيب السؤال هو، أنا ما دام وافقتني، السؤال أليس بعرف الإنترنت والمسؤولين الشبكات والمنتديات له الحق أن يحذف ويطرد من يسيء ويجعل له بلوك خلاص لا يمكن يدخل مرة ثانية؟ أنا عندي خط أحمر إلا ديني ونبيي وربي. طيب السؤال، لماذا يتاح له الكلام أشهر كاملة؟ نعم. طيب تسمح لي يا دكتور؟ تفضل. أنا أسألك، هل اطلعت على قوانين الشبكة الليبرالية؟ هل اطلعت أن في مطلعها أننا نجرم الإساءة للأديان والإساءة للخالق عز وجل والإساءة بس التطبيق يا شيخ، اسمح لي يا دكتور، اسمح لي. هناك من يدخل إلى الشبكة، وأنت تعرف أن الشبكة أكبر موقع حواري في المملكة، هذا لا غبار عليه. واضح. تعرف أن هناك من يدخل ويسجل ليكتب إساءة، لا نعرف من هو، باسم مستعار من أي دولة من أي مدينة لا نعرف، يكتب إساءة ثم لمن يتنبه إليها المشرفين تحذف. لكن عندما يكتب هذه الإساءة يتم تصويرها من قبل هذا المسيء ويبثها عبر الإنترنت ليقول انظروا ماذا يفعل الملحدون في الشبكة الليبرالية. نظام الإنترنت يا دكتور، أنا مسؤول عن الموقع يعني مثل صحيفة عكاظ، مثل صحيفة الرياض، لا ينشر فيها شيء إلا بعد الموافقة. لكن المنتديات ما عرف عليه أننا لا نتحمل مسؤولية الردود ولا نتحمل مسؤولية ما يكتب فيها، وفعلا صدقني أننا لا نسمح بأي إساءة عندما تردنا أي شكوى أي هذا، صدقني لا نسمح بأي إساءة. والأستاذ رياض أحد أعضاء الشبكة. أستاذ رائف، ترى نحن لسنا جايين من الصحراء ولا نعرف شيء، أرجوك لا تستغفل عقولنا. يا أستاذ رائف،
الشبكة الليبرالية كما قلت منتدى كبير، أوافقك. طيب الساحة العربية ظلت سنوات وهي منتدى ضخم، لماذا الملاحدة يأتون عندكم ولا يأتون للساحة العربية؟ السؤال يعني لماذا؟ ليش أنتم يعني عندكم جاذبية الملاحدة وأعداء الدين وسب الله والرسول، والمنتديات الأخرى الساحة العربية ظلت سنوات يؤمها الملايين؟ ما ذكر لنا كاتب تجرأ أن يضع مقال يسب الله والرسول. طيب يا دكتور، ما يمثل الرأي الرسمي للشبكة الليبرالية يثبت ويكتب باسم الآدمي. هل رأيت وأنا أستحلفك بالله، هل رأيت موضوع في يوم من الأيام في الشبكة مثبت يسيء إلى الله أو رسوله؟ طيب أستاذ رائد، أنت هذا كله حيد عما نقول. أنا أسأل سؤال واجبني، لماذا الشبكة الليبرالية أصبحت هي محط أنظار كل الملاحدة والطاعنين في الدين؟ سؤال يعني احنا نستغرب يعني. ولماذا حجبت الدولة عدة مرات؟ طيب معليش، لا لازم يجاوب يعني. لا ماشي، بس استاذ رايف عشان لنكرر، وفي مداخلات كثيره جدا من استاذ عبد الله، بس هذه المعلومه لازم يعرفها. انا سؤالي حجبت رسميا عدة مرات. انا سؤالي مرات تغلق على فكره. طيب هذه ليش يعني كذا اعتباطا؟ بس خلي استاذ رائف اذا تكرمت علي. استاذ رائف اسمح لي انا اجيب يا دكتور. لماذا الدولة لماذا لا تجيب؟ لماذا لا تحاسبني؟ والشبكة لها أكثر من سنتين الآن، ستكمل السنتين. لماذا الدولة لا تحاسبني على ما تم استدعائك استاذ رائف؟ لا ما يتم استدعائي. أنا بس حجبت عدة مرات. لا بس خلينا يجاوب. لا لم يتم استدعائي أرجوك. طيب ألست مطلوب أنت بالقوة الجبرية إلى المحكمة الجزئية بجدة؟ كيف أنا مطلوب وأنا في منزلي وأتنقل وأسافر وأمشي؟ أنا ممنوع. هذا اللي جابنا هنا، أنك أنت تسب الله وتسب رسول الله وتسب دين الله. كويس. والحكومة على فكرة، هذا السؤال اللي أنا أطرحه الآن للمشاهدين. أنا أطرح هذا السؤال. أنت رفعت عليك قضية سبت ذات الإلهية في المحكمة الجزئية وتم إصدار حكم عليك، لماذا لم ينفذ هذا الحكم؟ أبو عبد الله عندي سؤال. أنا أريدك تواجه الآن رائف بنص واضح. أنت يا رائف قلت هذه العبارات بالضبط، حتى رائف خلاص ما يستطيع يجيب، أنه يهرب أو أنه يؤول أو أنه يصير له موقف. على فكرة يا سيدي الفاضل، الكلام اللي قاعد يقوله رايف هذا مكتوب لرايف. أولا ولدي اسمع لي يا سيدي، معلش أنا أحترمكم. أنا ما أبغى نتناقش، ما دام رايف موجود نتناقش. يا رايف أسألك سؤال، ممكن تخبرنا وتخبر المشاهدين عن مقالك انه انت تنفي وجود رمضان؟ اشرح للمشاهدين. هذا مقال انا انفي فيه وجود رمضان. ارجعوا الى النص. هذا مقال كتب في جريدة رسمية في جريدة البلاد، ومن عليه اعتراض فليذهب الى وزارة. اسألك سؤال يا رايف، اسألك سؤال يا ولد. إذا اسمع، اسألك سؤال، ايش علاقتك بعبد الله حميد الدين؟ لا خليه يجاوب على الاول. خليه يجاوب. يا استاذ رايف عشان بس نبسطها والمشاهد يعرف. يعني جاوب على سؤاله، هل أنت كتبت بالفعل أنه مثل ما ذكر أنه يعني تنفي رمضان؟ هذا المقال نشر في صحيفة البلاد الرسمية. هل لو نفيت رمضان سينشر في صحيفة رسمية؟ لا أنا أقصد أنه يعني أنت تكذب المسألة هذه ولا لا؟ أو تنفيها؟ لا أنفيها. من ينفي رمضان؟ هل هناك عاقل ينفي رمضان؟ طيب أقصد ربما نفي قيمته.